تقارير صادمة تعرقل هذه الصفقة عن نادي الزمالك، ونادي جديد يدخل على الخط رسميا. تقارير إعلامية صادرة اليوم كشفت عن صدمة جديدة بشأن صفقة اللاعب محمود حمادة لاعب خط وسط نادي فاركو، والتي ترغب إدارة نادي الزمالك في حسمها لدعم الفريق خلال الموسم القادم. تلك التقارير الإعلامية أشارت إلى أن نادي فاركو متمسك بشدة بالحصول على مبلغ 40 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن محمود حمادة للزمالك. وتابعت تلك التقارير الإعلامية أن إدارة نادي الزمالك بترفض حتى الآن هذا المبلغ نظرا لصعوبة دفعه بسبب الأزمة المالية الحالية والمحيطة بحسابات القلعة البيضاء. وتحاول إدارة نادي الزمالك في هذه الأثناء تخفيض هذا المبلغ بشكل كبير بالتفاوض مع إدارة فاركو. تلك التقارير الإعلامية أيضا أشارت إلى أن نادي فيوتشر دخل على الخط وتقدم بعرض رسمي إلى نادي فاركو من أجل التعاقد مع محمود حمادة، وبالتالي فإن الأمور لو صارت على هذا النحو فقد تضيع هذه الصفقة من الزمالك خلال الموسم القادم وبشكل كبير. محمود حمادة يعد من أبرز لاعبي خط الوسط داخل مصر خلال الفترة الأخيرة، ويبحث نادي الزمالك ضم اللاعب لتدعيم تلك المنطقة خلال الموسم القادم.